السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. ورجعنا تاني بعد الغياب مع أكلة جميلة الكل بيحبها. طبعا السمك كله بيحب. هنعمل سمك كده مقرمش وجميل مع رز صيادية تحفة، بجد تحفة، بطريقة جميلة. وهقول لكم أسرار وتكات وسر القرمشة. لو أول مرة تدخلوا قناتي، أنا اسمي سماح. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا. أول حاجة أنا جبت السمك وغسلته كويس جدا، ونقعته في مية وملح ودقيق، وبعد كده شطفته كويس جدا جدا. الملح والدقيق مش بيخلوا فيه زفارة خالص في السمك، وبعدين احنا بنشطفه جيد جدا جدا. يلا نشوف بقى التتبيلة بتاعتنا. والتتبيلة الرهيبة دي عبارة عن بقدونس وشبت وفلفل أخضر وكمون وكزبرة وفلفل أسمر وتوم طبعا، وليمونتين معصورين بس، وطبعا الملح. هنعصرهم في الكبة أو في الخلاط. يلا بينا. شفتوا بقى مقاديرنا بسيطة جدا، والشبت ده بيديله طعم جميل جميل جميل. كده بعد ما عصرت المكونات دي كلها، عصرتها في الخلاط عندي. بصوا بالشكل ده. يلا بينا بقى نتبل السمك بتاعنا. بس قبل ما نتبله، علشان السمك كبير شوية، فأنا لازم أفتحه كده فتحات بالشكل ده من الجنبين. لو أصغر شوية مش هنفتحه كده، بس هو عشان كبير وعشان يستوي وعشان ندخل فيه التتبيلة تديله الطعم كده التحفة بجد. البقدونس والشبت بيدوله طعم جميل، طبعا مع الكمون والكزبرة والفلفل الأسمر. طبعا هتقولوا فلفل أسمر في السمك، بجد بيديله طعم جميل. الكمون والفلفل والكزبرة مع بعض بيدوا كده طعم حلو جدا. هنشقق السمك بالشكل ده. بصوا، طبعا عشان يستوي كويس وعشان خاطر طعم التتبيلة تخش جوه السمك. أكلة بجد تحفة. طبعا زهقنا من اللحمة والفراخ، عايزين بقى نغير شوية. جربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا. كنت بقى طلبت مني اقول لها السمك المقلي بيتعمل ازاي. طبعا ما اقدرش ما اقولهاش، وقلت اما اعرفكم برضو، اكيد انتوا عارفين الطريقة، بس اعرفوا طريقتي. اول حاجة طبعا هحشي السمكة بالشكل ده، هتبلها من جوه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. بصي بقى يا كتة، ونيجي الشقق اللي احنا عملناها دي، الفتحات ندخل فيها التتبيلة علشان السمكة تكون كلها متبلة من جوه ومن بره، يبقى اللحم كله واخد طعم التتبيلة الرهيبة دي. هنمسك سمكية سمكية ونتبلها بالشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفين. شايفة يا كتة؟ هنتبلها بالشكل ده. الشبت بقى مع البقدونس مع التوابل دي بجد تحفة. ممكن كمان تعصروا معاها حتة بصلاية صغيرة، بس انا بصراحة ما عصرتش بصل عصرت توم معاهم يعني. سمك بقى تحفة بجد، جميل جدا جدا، من احب الاكلات. تبلها بالشكل ده. شايفة اهم حاجة الراس بتاعتها والنغشيش كده، وندخل فيها ايه؟ التتبيلة الرهيبة. شايفين؟ حاجة تحفة. وطعم التتبيلة دي بتخلي السمك بجد تحفة جدا جدا جدا. بصي بقى يا كتة، مش هنرمي باقي التتبيلة دي، هنستخدمها دلوقتي وهقولك هنعمل بيها ايه. هنشيلها على جنب، ولما يجي دورها هنشوف هنعمل بيها ايه. جبت كيس كده وفردته، طبعا عشان احط عليه الدقيق علشان ما بهدلش الدنيا، لان كده كده الدقيق اللي بيفيض مش بينفع نستخدمه تاني. وممكن يعني تنخلوه في مصفى سلك وتشيلوه في التلاجة، بس يعني بيكون اتزفر من السمك.
انا حطيت شوية دقيق على قد ال3 سمكات بتوعي. طبعا احنا جبنا 3 سمكات عشان الرابعة بتاعتنا ما بتحبش السمك. وحطيت عليهم معلقتين كبار نشا وحبة ملح صغيرين وحبة كمون، وقلبناهم. والسر بقى في النشا. النشا مش بيخلي السمك يشرب زيت، وبيخليه مقرمش. بصوا بقى، مفيش اي حاجة هتتبهدل ولا رخامتنا ولا اي حاجة هتتبهدل. هو شوية الدقيق اللي هنتبل بيهم السمك على الكيس، وفي الاخر هيتلم وخلاص على كده. وكترتش في الدقيق، انا حطيت حبة صغيرين ومعاهم معلقتين نشا. اهم حاجة النشا، ده سر بقى المحلات، عشان يكون السمك مقرمش وفي نفس الوقت ما يشربش زيت. وفي ناس برضو بتحط مية، وبعد ما بتتبله التتبيلة دي، بس مش بتبقى حاطة نشا، بتحط السمكية في المية وبعد كده بتطلعها على الزيت. برضو الطريقة دي بجد جميلة، أنا برضو كنت بعملها، بس لقيت دي ايه أسهل شوية. وننفضه كده من الدقيق عشان خاطر ايه ما يبقاش كله في عجين ولا حاجة. هو بالكيس كده، ونحطه في الطبق بتاعنا ويلا بينا نروح على المقلاية على طول. شفتوا بقى، وادي الطاسة بتاعتنا او المقلاية بتاعتنا، نحط فيها السمك. طبعا لما الزيت يسخن، وما نبقاش معليين النار، نخلي النار متوسطة علشان السمك كبير وعشان يستوي. طالما السمكية كبيرة احنا نهدي النار، ما نخليهاش عالية عشان تستوي من جوه ومن بره، ما تبقاش مستوية من بره ومن جوه نية. وما ينفعش نحط السمك وهو الزيت بارد، لازم يا كتة الزيت يسخن، وبعد ما تحط السمك نروح مهدين النار خالص. ويلا بينا بقى نروح على ما السمك يستوي نعمل الرز الجميل بتاعنا. رز الصيادية بجد تحفة، وأتمنى تجربوه. أول حاجة جبت الحلة بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت، وبصلاية كده حلوة مقطعة مكعبات بس كبيرة شوية. طبعا احنا مش هنحرق البصلة ولا أي حاجة، احنا هنحمرها يبقى لونها كده بني جميل. في ناس بيحبوا يحرقوا البصلة، بس ساعات بتمرر الرز. شوفوا بقى الطريقة دي هتعجبكم جدا. بصوا بقى، هيجي بقى الدور بتاع التتبيلة اللي قلتلكوا ان احنا هنشيلها على جنب وهنستخدمها. هننزل بعد ما البصل اتحمر بالشكل ده، هننزل بالتتبيلة بتاعتنا ونقلبها تقلبتين. سر بقى الصيادية التحفة. وبعد كده بقى هجيب معلقة عسل اسود، ومعاها معلقة كمان يعني معلقتين عسل اسود كبار. العسل الاسود بقى ده بيدي للرز لون جميل وطعم حلو جدا، مش هيخليه مسكر ولا اي حاجة، هيديه لون حلو وطعم حلو جدا جدا. وننزل بالرز بتاعنا. انا غاسلة 4 كوبايات رز ومصفياهم كويس جدا جدا، وهنقلبهم بقى ونشخللهم كده مع البصل والعسل. بعد كده حطيت معلقة من بهارات الفراخ او الماجي، بتديها يعني ايه طعم جميل جدا. يعني لو ما فيش بهارات الفراخ دي بنحط الماجي. وحطيت الملح والكمون، ونزلت بالمية بتاعتنا. طبعا المية تكون مغلية. 4 كوبايات رز ننزل لهم 4 كوبايات مية، وبعد كده نغطي الحلة ونوطي عليها. والسمك بتاعنا بقى طلع، وشايفين بقى الدخان والريحة جميلة. وادي الرز بتاعنا الصيادية، لونه تحفة وشكله تحفة وطعمه تحفة تحفة تحفة
والسمك التتبيلة مخلياه طعمه بجد تحفة. طبعا انا بعد ما فطرت دقته وبقول لكم بجد طعمه جميل. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب، وتشتركوا في القناة وتشجعوني لاني بقالي كتير قوي ما مش موجودة في القناة. اتمنى بقى ان طريقتي تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم، وان عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.